شاعر يمني خزن القات ثم حلق به الخيال بعيدا، حيث حكم العالم لمدة ساعتين حرر فيها القدس وطرد اليهود وأعاد الخلافة الأموية للشام. يقول: مضغت القات بعضا من نهاري مع الصديق عثمان الذماري، فما أن صار من وقتي قليلا إذا بالشعب يهتف باختياري، ونادوني أميرا رغم فقري وأهدوني الحراس والجواري. صعدت العرش والوزراء حولي وأصحاب الفخامة عن يساري، فألزمت الرياح تهب شرقا لتحملني إلى دول الجوار، واغلقت الحدود وكل شبر، وأنقذت البلاد من الدمار. ومن بعد الأمان ذهبت غربا ولن أرجع قليلا عن قراري، وقوات التحالف طوع أمري أوجهها فتعمل باختياري. جعلت الهند قاعدة لحربا وأرض الترك صرحا للحوار، حكمت على جيوش الغرب قتلا وأسبيت النساء مع الفرار. قهرت الفرس والرومان قهرا وطوقنا عليهم بالحصار، ومن باريس أصدرنا قرارا بتجميد الموانئ والبحار. أخذت ترمب مع بوتين قصرا، وابن يمين أسرع بالفرار. جعلت الروس ترجو أي حل وأمريكا تطالب بالحوار. فتحنا القدس في عز وفخر وأجلينا اليهود إلى البراري، وصلينا بها ظهرا وعصرا وكبرنا بهذا الانتصار. وحوطنا على الأقصى بسور وطهرناه من رجس وعاري، ومن ثم اتجهنا في شموخ لتطويرا وإحداثا حضاري. أعدنا الشام للإسلام فخرا مقر الحكم والسوق التجاري، وفي بغداد شيدنا قصورا وعاد اللاجئون إلى الديار. ومن صنعاء أصدرنا بيانا ودستورا لتوجيه القرار. ولما أن رميت القات ليلا وناديت الحراسة والجواري إلي بالعشاء، فما مجيب ولم ألق سوى ذاك الذمار. تصميم أبو أخيل الحجوري.